السلام عليكم. عليكم السلام. عيني ميت. هلا أشرف مرحبا. حبيبي، الحمد أخبارك؟ لله. هلا نورتم. هلا مرحبا. يابا ايش تبيعون انتم؟ بعيني تفضل. الدلال. هسه اشرح لك ايش نبيع. نحن بصوره عامه قمحيه مختصين بالمخبوزات الايطاليه والفرنسيه والغربيه. مثل ما تلاحظ حضرتك عندنا ما يقارب 49 الى 50 صنف مخبوزات. من ضمنها عندنا خاص بمرضى السكري، تمام، والاشخاص اللي يعملون دايت البانكومبان وسوردو الخميره الحيه. هاي بالنسبه للمخبوزات. بالنسبه للوف اللي هو التوست، عندنا اكثر من نوع. عندنا اللوف الابيض، وعندنا اللوف متعدد الحبوب، ولوف الشوفان، ولوف البطاطا. هاي بصورة عامة احنا حاولنا نغطي بها الاسواق العراقية. مثل ما تلاحظ انه هون عندنا الميني، يسمونه الميني، تمام، للبرجر. عندنا اللي يكون حليب، وعندنا من دون حليب. مثل ما تلاحظ انه هون عندنا الايتمات، خبز الشباتي، وعندنا الفوكاشيا، هذا ايطالي. هذول الاصناف اللي احنا مختصين بها. عندنا هون متعدد الحبوب الابيض، الباكيت الفرنسي على طريقتنا الخاصه نشتغله بالحبوب الشوفان، بذور الكتان بينه. وعندنا صمون اللوز. اكو مال احكي كم نوع اللي يخص بالدايت او سكري شنو هي؟ احنا الانواع المختصين بها السكري اكثر من نوع، ما يقارب تقريبا ال 15 الى 16 نوع. من ضمنها اللوز، طبعا اللوز يكون لوز صافي. وعندنا البطاطا مثل ما ذكرت لحضرتك، عندنا هذا اللوز يكون صافي، تمام، تجي بنسبه 100% لوز. وعندنا متعدد الحبوب، وعندنا الشوفان هذول خاصه لاهل السكري. وعندنا الباقي مواد ابيض نستخدم بها. مختصر المواضيع، كم نوع عندك من الخبز والصابون؟ من الخبز والصمون بين الابيض وبين الحليب وبين المتعدد والاسمر كله شيء على شيء 60. 60 نوع. 60 نعم. ايمتى تفتحون ايمتى اصلا؟ نحن نفتح من الساعة 7 الصبح متواجدين إلى الساعة 12 بالليل. زين موقعكم وين صار؟ اسم المكان والموقع؟ المكان قمحية، مقابي سنينة والأثري، بعد مخلد أبو القص.